تصريح خطير من زين الدين زيدان يفضح فيه الكاف بعد عدم فوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية الإفريقية، ويثور غضبا بسبب معايير الكاف ويطالب الفيفا بالتدخل. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن أشرف حكيمي هو أفضل لاعب إفريقي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أكبر سرقة تعرض لها أشرف حكيمي في تاريخه بسبب ما فعله الكاف به بعدم اختياره كأفضل لاعب في إفريقيا، فتم اختيار اللاعب النيجيري لوكمان كأفضل لاعب في إفريقيا، وهذا الذي جن جنون زين الدين زيدان الذي أدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الفرنسية وقال: أولا نحن في إفريقيا ونتوقع أي شيء من إدارة الكاف، مثلما سرقوا جائزة أفضل لاعب إفريقي من أشرف حكيمي وأهدوها للاعب النيجيري ولاعب أتلانتا لوكمان الذي توج فقط بالدوري الأوروبي. فهل هذه معايير الكاف أن يفوز أفضل لاعب إفريقي ببطولة الدوري الأوروبي؟ فماذا عن النصيري وياسين بونو والكعبي وغيرهم من اللاعبين المغاربة الذين فازوا بالبطولات الأوروبية ولم يتم اختيارهم كأفضل لاعب في إفريقيا؟ فهذه عنصرية ضد اللاعبين المغاربة بالتحديد. فمنذ فترة طويلة جدا لم أشاهد أي لاعب مغربي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي سوى مصطفى حجي سنة 1998، يعني قرابة 26 عاما لم نشاهد أي لاعب مغربي يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية. فيبدو أن هناك مؤامرة وعنصرية مدبرة ضد كل ما هو مغربي. فالمنتخب المغربي الوحيد داخل القارة الإفريقية الذي تأهل إلى المربع الذهبي في كأس العالم بقطر، وبرغم ذلك لم يتوج أحد لاعبيه بأفضل لاعب في إفريقيا. هذا يدل أن هناك مخطط مدبر ضد اللاعبين المغاربة. فالمنتخب الأولمبي المغربي صال وجال في أولمبياد باريس وأحرز الميدالية البرونزية، والمنتخب الأول من أفضل المنتخبات في إفريقيا حاليا، والمصنف تقريبا من ضمن العشرة الأوائل في الفيفا. وبرغم كل ذلك لم يتم اختيار أشرف حكيمي كأفضل لاعب إفريقي. والسؤال هنا: أين إبراهيم دياز من اختيارات الكاف؟ فهو لاعب مغربي ويمثل المنتخب المغربي وريال مدريد. فإبراهيم دياز توج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وبالدوري الأسباني، وبرغم ذلك لم يتم اختياره من الأساس ضمن الثلاثة الأوائل في الكاف. وأتمنى من الفيفا التدخل والتحقيق في اختيارات الكاف لأفضل لاعب إفريقي، لأن هناك سرقة لأشرف حكيمي وإبراهيم دياز من اختيارات الكاف. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.